الفيديو ده مهم للدكاترة وأي حد بيبيع خدمة. أنت ما ينفعش تعمل إعلان ممول للعيادة، يعني تعالى احنا احسن عياده في الدنيا، تعالى احنا الكشف مجاني. عمرك ما هتلاقي بيع كويس. واي حد بيبيع خدمه تدريب بقى، سيستم، ايا كان خدمتك ايه. الفتره اللي فاتت كل الناس بتعاني من قله المبيعات. المبيعات مش افضل حاجه، والليدز نوت كواليفايد، وسعر الرساله فوق، ومحدش بيجي لك لا العياده ولا ياخد منك خدمه ايا كان انت بتبيع ايه. لان احنا المفروض نبتدي من اول الاد كوبي بتاعنا يكون موجه للسيجمنت اللي احنا عايزينها تيجي. على سبيل المثال انا ما ينفعش اعمل اعلان ممول لعياده وانا النهارده على سبيل المثال دكتور اسنان، فانا دكتور الاسنان ده هو عنده وليكن بيعالج حاجه معينه في الاسنان، فطبيعي النهارده يعمل الاعلان بتاعه موجه للبين بوينت بتاعه الشريحه اللي بتعاني من الحاجه دي، ويقول لهم تعالوا، مش يلا تعالوا اكشفوا عندي. نفس الكلام دلوقتي لو انت بتبيع سيستم، لو انت بتبيع تدريب، انا ببيع كورس مثلا انجليزي، ما ينفعش اقول هتتعلم انجليزي، لا انا ممكن النهارده اروح اخد السيجمنت اللي هي المفروض بتعاني من الانجليش، وليكن الشباب اللي هم شغالين وعايزين يترقوا، وليكن التينيجرز واكلم البيرنتس، وليكن الشاب الجامعي اللي بيدور على شغل، وليكن الحد اللي هيعمل ماسترز. فانا لازم اكلم كل واحد بالتون اوف فويس بتاعته، بالبين بوينت، بالمشاكل اللي عنده، علشان في الاخر النهارده لما اعمل اعلان ممول يجي لي كواليفايد ليدز، وسعر الليد تبقى قليله جدا، وسعر الرساله تقل جدا، وابقى صرف الممول اجيب اكبر رقم بيع. فلو انت بتبيع خدمه، التارجتنج بيبدا من الاد كوبي، مش بيبدا ابدا من الاستهداف. الاستهداف ده والله لو انت ما بتعرفش تستهدف بس ظبطت الاد كوبي كويس، يعني نقدر نقول ان هو 80% من اللعبه كلها. اظبط الكوبي اللي رايح للجمهور بتوعك عشان خاطر يجي لك بيع والدنيا ترجع افضل من الاول.